ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده من على المكنه. حلقه النهارده عن التارجت فيكسيشن. يعني ايه التارجت فيكسيشن؟ يعني ببساطه اللي عينك بتبص ليه بتودي جسمك ليه. ده ليه تطبيقات كتيره جدا سواء في سواقه البايكس او سواقه العربيات. الفكره ان احنا لما نعرف تطبيقات التارجت فيكسيشن ونطبقها صح هنتفادى كتير من الحوادث وهنوصل بسلامه لنقطه وصولنا. تطبيقات التارجت فيكسيشن اللي هنتكلم عليها النهارده 3 تطبيقات. اول تطبيق الكورنرنج، لو انت بتاخد كورنر سواء ببايك او بعربيه. تاني تطبيق لو واحد بيعدي الشارع، برضه لو انت سايق عربيه او سايق بايك. تالت تطبيق لو الطريق وقف فجاه عشان تتفادى الحوادث لا قدر الله. اول تطبيق معانا النهارده الكورنر. تعال جرب كده وانت نازل اي ملف من على الدائري، اي ملف من كوبري، خلي عينك في خط مستقيم. هتلاقي العربيه او البايك اللي انت سايقها راحت في خط مستقيم. ده غلط، عينك المفروض تبقى رايحه على اتجاه الكورنر. يعني انت هتخش يمين تبقى عينك رايحه يمين، مش رايحه خط ستريت. لو وجهت عينك رايحه خط ستريت هتدي اوامر لجسمك، فبالتالي جسمك هيدي اوامر للعربيه او للبايك هتروح في خط مستقيم. ممكن انت تجرب ده شخصيا، بس طبعا خلي بالك. تاني تطبيق معانا النهارده لو حد بيعدي الطريق سواء انت سايق بايك او سايق عربيه. وانس اللي بيعدي ده عينك جت في عينه، حصل اي كونتاكت، بيحصل هنا مشكله كبيره جدا. تلاقي نفسك هو راح يمين فانت رحت يمين، هو راح شمال فانت رحت شمال. ده غلط جدا. لقيت حد بيعدي انت بتبقى شايفه كانه هو في الباك جراوند، كانه هو في الخلفيه، هو مش المنظر الاساسي بالنسبه لك. عينك على الحته الفاضيه اللي انت هتروح منها، مالكش دعوه بتصرفه خالص. القرار قرارك انت. جرب الموضوع ده هتلاقي نفسك بتتفادى اللي بيعدي بكل سهوله. انما بصيت له وبص لك، انتوا الاثنين هترتبكوا وغالبا لا قدر الله ممكن تخبطوا. ثالث تطبيق معانا النهارده لتفادي الحوادث. دايما بنلاقي فرق ما بين سواق وسواق، ده بيجري وبياخد غرز يمين وشمال، والتاني دايما بيتخض وبيبانك وبيقف. ايه الفرق؟ اللي بيجري وبياخد غرز يمين وشمال بنعومه، الفكره بكل بساطه ان هو بيبص على الحتت الفاضيه اللي المفروض يروح فيها. التاني بيبص على العربيات، بيبص على الرصيف، بيبص على الحاجات اللي بتعوقه. انت وانت سايق دايما تبص على الحتت الفاضيه اللي انت المفروض تروح ليها، ما تبصش على الحاجه اللي انت هتعوقك، او ما تبصش على العربيه. ايه اللي بيفرق سواق عن سواق؟ عينك بتبص على ايه في الطريق. تارجت فيكسيشن يعني عيني بتبص على الحته الفاضيه اللي انا عايز اروح ليها. يعني انا مثلا حاره هنا وحاره هنا وعربيه وانا عايز اعدي من هنا، عيني ما تبصش على العربيه. وانس ان انا بصيت على العربيه غالبا انا هروح واخبط فيها. انا عيني دايما بتبص في الحته الفاضيه اللي انا المفروض اعدي منها، سواء بايك سواء عربيه. دايما غلطه الناس ان هو بيجري بيبص دايما على العربيات، على الحاجه الواقفه. لا، انت تبص على المسافه الفاضيه اللي انت عايز تعدي فيها. العربيات او الرصيف او اي حاجه واقفه هتعرضك للخطر، دي دايما تشوفها كحاجه في الخلفيه مش حاجه اساسيه. الاساسي اللي عينك بتبص عليه المكان الفاضي اللي انت هتعدي منه. يا رب ما نكونش طولنا عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، سيبوا لنا اسئلتكم في الكومنتات وهنجاوب عليها باذن الله. على المكنه.